استاذ اشرف عبد العزيز، مساء الفل. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا اخبارك؟ سياده المستشار؟ عامل ايه؟ انا الحمد لله. الحمد لله. انت بقيت ضيف عزيز علينا يعني من كتر المشاكل وثقه الناس اللي في المجال الرياضي فيك، الحمد لله. فبقيت المشاكل كتير. كل ما نقول القضيه دي اتقفلت نلاقي موضوع تاني دخل، ايوه ايوه اصعب كمان من اللي ايوه قبليه. ايوه. طيب، انت النهارده كان في اقوال بتتاخد لابراهيم فايق واحمد عبد الباسط في المحاضر اللي كان مقدمها كابتن عادل، ولا دي المحاضر اللي حضرتك كنت اعلنت قبل كده وزميلنا ابراهيم فايق كان اعلن قبل كده في بيان انه هو نفسه هيتقدم ببلاغات ضد الكابتن محمد عادل والاستاذ المحامي كابتن العدوي احمد العدوي، عشان انت كنت حضرتك شفت ان هو تجاوز في حق موكلينك يعني. اتفضل يا كابتن، اتفضل يا سياده المستشار. بص يا فندم، نعم. اولا عشان نوضح الموضوع بالكامل وهنوضحه باختصار طبعا، لان احنا ما نقدرش نتكلم في تحقيقات نيابه عامه. تمام يا فندم. اليوم حضر ابراهيم لسؤاله في البلاغ المحرر من الكابتن محمد عادل. تمام. الاتهام كان ايه يا فندم؟ اولا خلينا الاول بس نتكلم في اعتراف الكابتن محمد عادل الحكم الدولي بصحة التسجيل الصوتي. انت ما بتقولش تسريب زي حالتنا. لا، انت بتقول تسجيل صوتي، لان كلمه تسريب معناه انه صحيح ضمنا. بصحة التسجيل الصوتي. تمام. هو اعترف في الرسمي والعدول عن اقواله الاولى في الاقوال الاولى اللي فين؟ في تحقيقات ايه بقى؟ كانت النيابه ولا تحقيقات النيابه؟ الاول اتهم الكابتن ابراهيم والاستاذ احمد عبد الباسط انه كلام التسجيل الصوتي غلط اصلا. مظبوط، مفبرك او مزور. انا ده مش صوته. ايوه تمام. ثم عدل عن اقواله الاولى في التحقيقات. ده يا فندم النهارده اتفاجئتوا بالكلام ده ولا كنت عارف ولا؟ لا، ما نعرفش. النهارده عرفتوا الكلم ده؟ تمام. يعني حضرتك اطلعت على اقواله؟ ايوه يا فندم، تمام، تواجهنا بيها طبعا. تمام. يبقى هو عدل عن اتهاماته الاولى، العدول عن اقواله الاولى في التحقيقات بصحه التسجيل الصوتي، حيث اتهم الاعلامي ابراهيم فايق بتسريب واذاعه تسجيل صوتي مفبرك. تمام يا فندم. وادعى اولا انه ليس صوته. تمام. بعد ذلك في التحقيقات برضو عدل عن اقواله مره اخرى باقراره بصحه المقطع الصوتي. تمام يا فندم. وانه صوته. وعليه لما عرفنا بقى احنا الاقوال دي اتهمنا في هذا الخصوص بالبلاغ الكاذب والسب والتحريض. وابراهيم فايق ادعى بتعويض مدني مؤقت ضد الحكم بمبلغ وقدره 1,000,000 جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت. تمام؟ تمام. ده بخصوص المقطع الصوتي. اعيد تاني حضرتك، عدل عدول عن اقواله الاولى. تمام. بان التسجيل ده مفبرك او مزور. تمام، ده واحد. واقر بصحه المقطع الصوتي. بعد ذلك في التحقيقات تم عرض الفيديو الفار بالكامل عليكم طبعا، اللي هو كل الصوت، كل بقى الصوت. تمام. كله. تمام. طبعا سمعت حاجات كل حاجه. انا جاي لحضرتك بقى اهو. تمام يا فندم، اتفضل. بعد كده تم عرض الفيديو الفار بالكامل. تمام. امامنا. وانا هقول لك دلوقتي حاجات مهمه قوي. اتفضل يا فندم. والفيديو حمل الفاظ كثيره يعاقب عليها قانون العقوبات وتهدد قيم المجتمع المصري. من مين لمين يا فندم؟ من الكابتن ليه اشخاص، انا مش هقدر اقول مين. لا، اشخاص يعني اللي هم بتوع زمايله في الفار ولا اشخاص؟ مش هقدر اقول، مش هقدر. لا، ما انا ممكن اقول مثلا ما انا مش هقدر ارحم. انا مش هقدر. لحظه، ما تقولش، ممكن ما تردش يا فندم، بس اديني فرصه اتكلم. اتفضل. يعني انا اسف يا اشرف، يعني قول لي في دي مش هتكلم. حاضر. ممكن انا وانا بتكلم وفي الفار وانا حكم اقول انت طلعت ايه يا فلان مثلا. ايوه، ده لفظ وحش. وممكن اقول له انت كده هتتسبب ان ابن كذا فلان الفلاني تمام، ده حاجه ثانيه.
تمام. يبقى هو جاب طرف ثالث يعمل له حساب، مش عايز مظبوط. كده او كده او كده. قول لي بس انهي ناحيه، يعني ما تقوليش اسماء ولا تقول لي قال ايه، ولا عايز اعرف هل هو حد خارج الاثنين ولا كان حاجه بينهم هما حضرتك الاثنين؟ قلته ده قالوا بخصوص بخصوص المباراه يعني. يعني اتكلم عن يعني ما حد خارج الاثنين، يعني هما الاثنين هو وميدو، حد ثالث يعني مش مهم هو مين، مش عايز اعرف. حد ثالث بقى موجود في المباراه. اوكي. موجود في المباراه في الماتش يعني. اوكي، لعيب او بتاع غيره يعني. لعيب بقى من نادي كذا، من نادي كذا، اشخاص من نادي كذا. وصلت لحسن كده، لو قرصت اخليك تقول بقى عمري ما هقول عمري. السلام عليكم. والله يا جماعة الموضوع ما كانش محتاج ان هو يعترف بصحة التسريب ولا حاجة. كل الناس كانت متأكدة ان التسريب صحيح، وان الصوت صوته والحركة حركته والمشية مشيته، ومن غير التسريبات كمان معظم الناس اللي عندها عقل وضمير متأكدة ان في توجه من الهيئات الرياضية اللي بتحكم كرة القدم في مصر، سواء اتحاد الكرة او لجنة الحكام او رابطة الأندية، في توجه بأوامر معينة ان يطبخوا الموضوع لناحية الزمالك، سواء في بطولة الدوري العام او اي بطولات ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم. ولذلك هنلاقي دايما ان الزمالك في البطولات الخارجية اللي بينظمها الاتحاد الافريقي دايما بيكون مفيش ليه مجاملات نهائي، لان البطولات دي ما بتخضعش للاتحاد المصري لكرة القدم. ولذلك لما يقول لك الزمالك ما بياخدش الدوري عشان التحكيم، لا، هو كمان ما بياخدش اي بطولة افريقية، يعني باستثناء الكونفدرالية الأخيرة، وشفنا اللي حصل والمهازل وأحمد سليمان والكلام ده كله وخطف الكاس والكلام ده كله والضرب والتنظيم السيء جدا. فالزمالك مثلا ما خدش دوري أبطال أفريقيا بقاله فترة كبيرة، برضه ده مش بسبب الحكام، بسبب إن هو نادي داخليا فاشل إداريا. فلذلك النادي مش بينافس في البطولات اللي بينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، رغم المساندة اللي شغالة من كل أطراف الهيئات الرياضية. فطبعا على رأسهم طبعا لجنة الحكام. المشكلة ان الحكم اللي بينزل يتم تعيين حكام معينة خصيصا، سواء في حكم ساحة او في غرفة الفار خصيصا لمباريات الزمالك، ويتم تظبيط الجدول خصيصا. ورغم ذلك كله بتلاقي برضو النتائج مخيبة للآمال، ويرجع يقول لك ايه اصل الحكام الاهلي واصل البطولات الاهلي والكلام ده كله. فهم دايما عندهم اعتقاد كده، بيحبوا يعلقوا شماعة الفشل على اي سبب خارجي. ولذلك طول ما الزمالك عايش في دور المظلومية دي هتلاقيه دايما ما بينجحش في البطولات ولا في حصد البطولات، هتلاقي الفرق اللي بينه وبين الاهلي بيزيد يوم عن يوم. فالحكم محمد علي الدل ده نموذج سيء جدا لحكام كرة القدم، لان انت في الاول وفي النهاية رغم سواء كان انتمائك اهلاوي زملكاوي ايا كان الانتماء، ملوش علاقة بانت بتحكم مباراة بتراعي فيها ضميرك المهني وضميرك في اللعبة، وبتعمل كمان لسمعتك الرياضية كحكم، وبتعمل كمان لمستقبلك كحكم دولي. لكن احنا عندنا هنا المنظومة الرياضية الفاسدة ما بتبصش اللي تحت اقدامها، بتبص ان هو عايز فريقه يكسب او عايز فريقه ياخد البطولة بدون النظر على اي اعتبارات شخصية او مهنية اخرى. ولذلك بعد الموضوع ده هيحاولوا، في ناس كتير هتحاول تلم الموضوع، الاطراف اللي كانت بتساند الحكام الفاسدين دي هتحاول تلم الموضوع. الغريب بقى هو موقف النادي الاهلي. الاهلي دايما في ظل رئاسة محمود الخطيب بيبعد دايما عن المهاترات وبيعترف بنفسه ليس طرف، رغم ان هو طرف. يعني كون ان في حكم تلاعب في مباراة للزمالك فهو بيضر الاهلي بطريقة غير مباشرة، لانه بيأثر على فرص الاهلي، بيدي فرص للمنافس اذا كان هو منافس، يعني ان هو ياخد نقاط من بطولة الدوري لا يستحقها. عشان كده الاهلي كلنا بنطالب انه يكون له موقف صارم جدا من لجنة الحكام، وخصوصا بعد ما ثبت الكلام ده كله قدام القضاء. الناس كلها كانت عارفة الكلام ده. وكمان بالنسبة لحكام الفار يا جماعة، حكام الفار بيتم تنقيتهم بطريقة معينة، وحتى لو الحكم بتاع الساحة محايد وعنده ضمير، حكم الفار بيجبره على انه يحتسب قرارات خطأ.
يعني احنا عارفين ان في قرارات بينفرد بها غرفه الفار، زي مثلا احتساب التسلل. التسلل ده من اختصاص غرفه الفار، يعني حتى الحكم لو حسب الهدف غرفه الفار ممكن تحسبه تسلل. كمان بالنسبه لقرارات احتساب ضربات الجزاء ممكن غرفه الفار بتوديله لقطه معينه عشان توريله ان هو اللقطه دي فيها ضربه جزاء يحسبها، او ما فيهاش ضربه جزاء ما يحسبهاش. فيا جماعه رجاء بالنسبه لاداره النادي الاهلي عايزين تدخل حاسم وبيان مهم يوضح النقط على الحروف، ويكون في موقف قوي من النادي الاهلي. المشكله بس ان في بعض الضغوط على اداره النادي الاهلي عشان ما يبقاش فيه مشاكل تانية للفريق، وربنا ييسر الامور ان شاء الله، والكابتن محمود الخطيب يرجع بعد الوعكه الصحيه، ونشوف مجلس اداره النادي الاهلي.